بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله اليوم نهير ممطر، راكم تشوفوا فيه السحاب ورعد ومطر خيتين من السماء كما يقولوا. قولش مخرجني انا في هالمطرة هذه ترى. هكا حبيت نصور شوية، وعندي صاحبتي عزيزة عليا برشا كانت تسكن بحذايا ونقلت تحب تشوف حومتها وتشوف دار معناتها دار امها وبوها يرحمهم، ماذا بيه تترحموا عليهم الناس الكل. هذه دار فطومة صاحبتي تربينا فيها وكنا ديما نلعبوا فيها، ان شاء الله ربي يرحمهم وربي يغفر لهم وتبقى الدنيا كلها ذكريات، وهم السابقون ونحن اللاحقون، وربي يعطينا حسن الخاتمة. في النهاير ممطر كيما هذا ما يفيد فيها كان حويجة جارية. لهنا خذيت سفنارية، لفت أكل الفول المقشر، فول مصري، حمص، عدس أحمر وعدس أصفر، وباش نتوكلوا على ربي نعملوا شوية مقرونة جارية، مقرونة عقيق نمر صفر. هنا باش نقلي بصيلة، نجم تحط شوية قديد، شوية دجاج، شوية لحم، أما مادام فيها البقولة ذيك الكل ماذا بيك معناتها حاجة اقتصادية وبقى المصروف، وواحد يعمل حاجة بنينة وأكلة صحية. تحط تقليهم شوية هكا بعد ما غسلناهم بالطبيعة. هنا قليتهم تو الدنيا باردة، ماذا بينا نكثروا على البقول خاطر فيهم الحديد وفيهم هكا يسخنوا البدن الواحد ما يحسش بالبرد. قليتهم شوية في الزيت مع كقراين فلفل شايح بالطبيعة، ولهنا مغرفتين الطماطم، شوية تابل وكروية، هريسة بزايد وفلفل أحمر بزايد خاطر الجاري لازم يكون حار، وشوية يدين ملح، فهمتوني. باش نحط نقليهم معاهم. توا يكون باش نصب عليهم شويه ماء سخون، طبيعة ديما نمرقوا بالسخون. وباش نقول لكم حاجه معناتها باش نمرقوا بشوي بشوي، ما نحطوش الماء برشا، نتبعوا طبع وين نحسوا البقول نتاعنا طابت وقتها نمرقوا. حكايه معناتها نقولوا احنا للوذنين نتاع المقفول ولا الطنجره اللي طيب فيها، تمرقها بالماء وتخليها تطيب. لهنا باش نعمل مصحب لها شويه كفته بالبطاطا، لهنا بطاطا وشويه ملح وشويه كركم. ما حبيتش نمشي الحق، قلت خليني نشوف اش عندي في الدار ونطيب ما غير ما نخرج للمرشي ونقضي. حليت نقولوا احنا شفت تراكني شفاهم، نلقى عندي البقول هذيك طريف الخضره طريف البطاطا. اي اليوم عشان فطورنا حاجه اقتصاديه، هو الغداء والفطور احنا في تونس حتى الغداء نسموه فطور. باهي ناخذوا معناتها نشوفوا تركلنا شفاها بالطبيعه، ما تمش دار ما فيهاش حاجات، نلموا كل الفواضل اللي في الدار ونعملوا منهم اكله. والله وجدت مقرونه بنينه بنينه تشهي ومعها تكعيبات كفته، معناتها حاجه سهله وسريعه واقتصاديه. لهنا الخضره نتاعنا طابت، نمرقوها تو بالماء سخون، ديما نخدموا بالماء سخون ونخليوها شويه تاخذ غلوتها. لهنا المقرونه عقيق انا عملت، نجم ترمي عليها رشته محمصه تحب. هذه عقيق نمر صفر جويده وبنينه برشا، كي تشوفها تقول كعبات محمصه وهي مقرونه، وشويه كرافس ومع كرافس وثوم وفلفل اكحل. كي قريب نطفي عليها وقتها نرميهم هذوكا. لهنا تويكا كي خدات غلوتها من نرموش المقرونه في الماء يبدا مش يغلي باش ما تعجج. لهنا انت كان تحبها جاريه برشا تنقص، انا حطيت صحفه مثال، انت تنقص شويه انت واش تحب. تنجم زاده باش ما تشربش ليكا، مش تخليها عشاء منها للعشاء، كي تطيب تنحي شويه مرقه تخليها على جنب، في العشاء تزيدها لها باش ما تجيكش معجنه نقول واحد. هنا قصيت الكرافس نتاعي وشويه المعدنوس وهرست الثوم ومعاه الفلفل الاكحل، وباش بعد نحط. هنا بالنسبه للبطاطا بعد ما سمطناها معدنوس وبصل، شويه جبن، شويه تابل، شويه كركم، شويه هريسه عربي، بننها كالهريسه العربي راهو جربوها فيه. لهنا باش نخلطهم في بعضهم بالكدا، والبطاطا ذيك نرفسوها وباش نحط عليهم كعيبتين عظم ما تحطش برشا عظم تحب زايده. هذه المقرونه نتاعنا بريسك قريب نطفي عليها باش نزيدها اكل الخضره نتاعنا والثوم
والفلفل اكحل. تويكا معناتها باش نزيد شويه حكايه من با حتى درجه ونطفي عليها. نجم ترمي لها قرايم فلفل اخضر غادي. باهي هذه البطاطا نتاعنا خلطنا المكونات نتاعها، وباش نزيدها كعيبتين العظم. هذه عظم عربي على ذاك جامده راهي. تو نهار نوريكم الدجاجاتي ونوريكم الحيوانات اللي ربي فيها. الحق والله عامله اكتفاء ذاتي، يسمى في البيض عامله اكتفاء ذاتي. باهي لهنا باش ناخذ بالمغارفه ما غير فارينه باش ما تشربش برشا زيت. نعرفوا الزيت توا غلا ويلزمنا نعملوا حاجات اقتصاديه معناتها هاكا بلا زيت. او انا خاطر نصور ونحنا باش نشد هكا بالمغرفه ونحط بالكعيبه ونقليها وكا. ما تعملش فيها الفرينه، الفرينه هي اللي تشرب الزيت برشا راه. وان شاء الله معناتها الفيديو اليوم باش يعجبكم. حاجه سهله كما قلت ومعناتها وفي متناول الجميع، وحاجه معناتها دباره. هذه مش عجبتكم حاجه ما يعرفها حد، عارفتها هذه المقرونه الجاريه والكفته اي دار في تونس طيبها مع بريسك. معناتها حاجه ماهيش حاجه نقولوا انا حاجه فعل. هذه المقرونه نتاعنا حاضرت، وهذا مكعبات الكفته نودكم ومن شهيكم. وان شاء الله عجبكم الفيديو اليوم، ونقول لكم الى اللقاء. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باش نبدو في فيديوهات الخياطه ان شاء الله تحضير رمضان. وان شاء الله ربي بلغنا رمضان، وان شاء الله ربي يرحم موتانا وربي يخفف البلاء. ونقول لكم في الامان وبالسلامه.